الفل. بقالنا كتير كده ما اتكلمناش، تعالوا نتكلم كده ايه على افريقيا. احنا ليه وصلنا للمستوى ده كده في افريقيا وايه اللي حصل فينا ده كله؟ اول حاجه، اهم حاجه كانت بتميزنا في افريقيا البطولات المجمعه عامه، يعني ان احنا بننزل نستغل فتره التوقف او الاعداد اللي كانت موجوده او المعسكر، وبننزل تحس ان هي فرقه واحده، تحس ان في تجانس وتفاهم بين اللعيبه، اللياقه البدنيه مرفوعه، تحس اللعيبه كلها نفس المستوى او مستوى قريب كله من بعضيه، ما تلاقيش مثلا لعيب لو لعيب واقع شويه اللي حواليه بتشيلوه، فما تحسش بفرق، ما تحسش بفي فروقات زي اللي بتحصل دلوقتي. فده اول حاجه فشل فيها فيتوريا، ان هو يستغل فتره المعسكر ويطلع بفرقه واحده، ده اول فشل ليه. تاني فشل لفيتوريا ان هو عامل ايه، واخد بالاسماء مش واخد بالمستويات. بمعنى احمد حجازي بقاله كتير كان مصاب، لسه راجع من اصابه، ده رقم واحد، خلاص كده. تاني واحد النني في الارسنال ما بيلعبش غير في كاس الرابطه كل فين وفين، تمام. تالت واحد حمدي فتحي من ساعه ما مشي من الاهلي وراح قطر ومستواه بدأ ينزل. عندك تلات لعيبة متاخدين مستواهم نازل، طيب انت بتغيرش ولا عايز تغير، وقافش في الخطة وقافش في اللعيبة وعامل كل حاجة. طيب، ولبست تلات حاجات، لبست إصابة محمد صلاح والشناوي ولسه امبارح إمام عاشور. طيب نطلع ازاي احنا من من الهيصة دي واللي بيحصل ده، نطلع منها ازاي؟ ممكن يعني ببساطة، الموضوع مش صعب ولا فيزياء ولا كيمياء ولا أي حاجة خالص. هتلعب أبو جبل في حراسة المرمى، قدامه تلعب بأربعة، تلعب محمد هاني وياسر إبراهيم وعبد المنعم وفتوح آخر واحد. ليه تلعب ياسر إبراهيم؟ عشان لازم يكون في تجانس بين لعيبة خط الدفاع، ولازم يكونوا متفاهمين. فياسر ابراهيم محمد عبد المنعم طالعين تقريبا اقوى دفاع في الدوري، فما ينفعش ازاي يعني اقوى دفاع في الدوري تاخد واحد وتسيب واحد، هما الاثنين بينزلوا يلعبوا، يشيلوا الشيله هما الاثنين مع محمد هاني وفتوح، تمام. هنلعب ب 4 3 3 على الورق، لكن فعليا مش 4 3 3. هندخل على خط النص، هتلعب بمين؟ هتلعب ب زيزو يمين، ومروان عطية في النص، وحمدي فتحي شمال، مع ان حمدي فتحي مستواه وحش بس انت خلاص ما عندكش غيره يعني، هتلعب بيه شمال. وقدام هتلعب بمصطفى فتحي يمين، ومرموش شمال، وفي النص طبعا مصطفى محمد. طيب، ايه اللي هيحصل بقى واحنا بنهاجم؟ هنلعب بثلاثة ورا، هنلعب بمحمد هاني وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، الثلاثة هيبقوا متركزين ورا. قدام بقى في اتنين سادين قلب الملعب اللي هم محمد فتحي ومروان عطية. محمد فتحي مش مطلوب منه يطلع ويزيد ويبقى راس حربة تاني والكلام ده كله، لا، انت اثبت مكانك ورا، يبقى في اتنين ورا. الهجمة جت ناحية الشمال، هو هيفتح ناحية الشمال، ومروان عطية يرحل نفسه شوية في قلب الملعب، والعكس برضو الناحية التانية. طيب قدام بقى هيبقى عندك جبهتين، عندك مرموش وفتوح عاملين جبهة، والناحية التانية زيزو ومصطفى فتحي عاملين جبهة. الناحية مشيت ناحية اليمين، الجبهة يعني الهجمة ماشية ناحية اليمين، فتوح يسحب نفسه جوه شوية الملعب، يقرب شوية لإيه، لمركز 10 عشان يغطي الحتة دي، يبقى في حد بياخد الكرة التانية أو بيساعد ويسند معاهم الموضوع ده كله. لكن إن الاتنين التمركز بتاعنا يطلعوا قدام لأ، علشان السرعات وقلب الدفاع بتاعنا بطيء شوية، والسرعات بيسرحوا، فما نلبسش جوان تانية زي بتاعت كل ماتش، نلبس جونين ويبقوا تقريبا نفس الفكرة يعني. فده ببساطة اللي يحصل يوم الأحد إن شاء الله وإحنا بنلعب. موضوع سهل وبسيط، بس اللي يفكر ويشغل بس دماغه فيتوريا، ويفك بقى من الأسماء، ويفك بقى من الهري اللي عمال يهري ده كله، لحد لما إمام كده يرجع الماتش اللي بعديه وشوف الدنيا. لو كسبنا إن شاء الله إمام يرجع الماتش اللي بعديه، كسبنا أكتر محمد صلاح يرجع بإذن الله إيه على قبل نهائي ولا نهائي كده إن شاء الله، لو الدنيا إيه مشيت معانا. شكرا.